السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع وصفة جديدة من وصفات روز بارادايس. كان النهارده يوم جميل فعلا. دخلت انا وبناتي المطبخ النهارده وقلنا نعمل كب كيك سريع، فقلت لهم يلا عايزه اشوف المهارات. فعملنا ايه بقى؟ يلا نقول المكونات. جبت 3 بيضات، وطبعا بنتي هي اللي بتضربهم، وما كانش عندي فانيليا بصراحة. حطيت رشة خل. ادي كوباية السكر. بقلب كده. لازم نشرك اولادنا في كل حاجه، واولادنا كمان يشركونا في كل حاجه، مش علشان تعبانين ولا حاجه، بتبقى لحظه فرح وبتبقى ذكريات بعد كده. بقلب كده. حط بعد كده كوبايه لبن بنفس المعيار بتاعه كوبايه الايه السكر، وبنقلب كمان. يا ترى مين بيعمل زيي وبيشرك اولاده معاه في المطبخ؟ بنقلب سوا. بحط البطاطس على النار واقول لبنتي تعالي قلبيها. بقول لها تعالي يلا انا اغسل المواعين وانتي اشطفي عليا. مش معنى كده ان انا محتاجه لها، لا، نشرك بعضنا في كل حاجه، حتى في الراي لازم ناخد راي بعضنا في كل حاجه. حطيت نص كوبايه زيت، وبرجع اقلب تاني. عندي كوبايتين دقيق بس كبار، نخلاهم كذا مره علشان اطلع الهواء منهم او ادخل الهواء فيهم زي ما انت عايزه. بحط عليهم كيس بيكنج باودر او كيك شيف لو انت عندك، وبقلب كده. وبحط رشه ملح، انا حطيت رشه ملح. ببتدي احط معلقه معلقه على الخليط اللي انا عملته. هبتدي اقلب كويس جدا. طبعا بعد ما قلبتها كويس قوي قوي قوي، ده شكل الخليط. بكون حريصه ان ما يبقاش فيه دقيق تحت، بكون مقلبه كله زي ما انتم شايفين. جبت الصينيه بتاعه الكب كيك وحطيت فيها الورق. طبعا انا مش بحط بالمعلقه، انا حطيت في كيس كده علشان تبقى الدنيا نظيفه، وابتدي اكون حريصه ان انا ما احطش كتير. انا حطيت زياده في واحده، طبعا انا هضطر ان انا اشيل منها. بحط النص بس. ببتدي انزل الكب كيك السائل كده. انا خلصته. طبعا احطه على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه. انا عملت كده صينيه. عايزه رايكم، بصراحه جميله وشكلها حلو، وتجربه اطفال، يعني هما مش اطفال بس حلو، وبيفرحوا بيها وبيفرحوا ان هم عملوا حاجه كويسه. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.